بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوتي أخواتي، تحية طيبة لكم جميعا. الغلاء في المغرب دمر البيوت ودمر القلوب وكسر الخواطر وحطم المعنويات ديال كثير من المغاربة، وصبحوا كيعيشوا في واحد النفق مظلم كله رعب وكله خوف من المستقبل، لأن الإنسان كيعيش الغلاء اليوم وما عندوش علم اش يمكن يوقع غدا. واش الأثمنة والأسعار ديال المواد الغذائية غادي توقف ولا غادي تبقى زايدة؟ اللي كنلاحظ هو الناس كتشتكي وكتخاطب أخنوش، وكأن أخنوش هو قارون، هو فرعون كيملك الأرض وبيده مفاتيح، يعني الثروة، مفاتيح يعني الخزائن التي هي في الأصل بيد الرب عز وجل. وخا الشعب ينادي وخا يصرخ وخا يصيح، لا حياة لمن تنادي. ما يقع في المغرب وقع في كثير من الدول التي تنهج النهج الرأسمالي المتوحش. معنى الرأسمالية المتوحشة لا تعبأ بالإنسانية، ولا تعبأ بالمشاعر والعواطف والبكاء والعويل والصراخ. الرأسمالي يسمع فقط صوت المال، طنين الدراهم، خشخشة الأوراق المالية، لا يسمع بكاء وأنين وصراخ اليتامى والأرامل والعجزة والمفقرون إلى آخره. الرأسمالي يعني في المغرب، ونحن نعلم على أن أخنوش توجهه رأسمالي، رأسمالية عمياء لا ترى شيئا من غير الدرهم ومن غير الدولار، ولا ترى مكانا يستحق أن يحتفل فيه الإنسان بانتصاراته وفرحته من غير البورصة. يعني الوطن تحول إلى بورصة، والمواطن المغربي تحول إلى مجرد